اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد، وصفة جديدة، يا رب تعجبكم. معايا طاسة احط فيها حوالي 4 معالق من الزيت، ومعايا بطاطس متقطعة مكعبات، تكون متوسطة ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، وهحمرها في الزيت. هفضل اشوح فيها كده لحد لما تحمر، واغطيها واسيبها لحد ما تستوي، وهنزل عليها ببصلاية متقطعة بقى في الكبة او على ايديكي براحتك، وهشوح البصلاية مع البطاطس، وهنزل عليهم بمعلقة توم صغيرة، وهقلبهم ولحد لما اشم ريحة التوم كده هروح نازلة عليها بفلفل. عندك فلفل رومي اخضر حطي، عندك الوان حطي، عايز تحطي بقى حار حطيه برضو. هقلبهم بقى كده مع بعض لحد ما الفلفل بتاعنا يدبل. ولو انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، تختاري الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. كده بقى بقلب، خلاص دخلت بقى في السوا وكل الخضار بتاعي دبل. هجيب معايا بقى ايه حوالي من 3 ل4 بيضات، وبرضو حسب رغبتك. وقبل ما نحط البيض هنحط بقى ايه طماطم متقطعة قطع صغيرة. هشوحها كده، وهجيب معلقة من الصلصة. مهم جدا ان انت تحطي معلقة من الصلصة، هتديها لون. معلقة واحدة بس، ما تكتريش. خلاص، وهقلبها، وهجيب كمان نص كوباية مية كده عشان افك الصلصة بتاعتي، واسيبها بقى ايه تاخد غلوتين 3 كده لحد ما تسبك والزيت ينطر على الوش. وهروح بقى ايه تبقى جاهزة خلاص. حط بقى عليها ايه البهارات بتاعتي: فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، بهارات 7 اللي بتحبيه حطيه، واظبطي الملح بتاعك. هجيب بقى ايه، انا هحط 4 بيضات، عايزة تحطي 3، عايزة تحطي اكتر، عايزة تزودي كمية البطاطس والخضار براحتك. بس عايزة اقولك ان طعمها حلو جدا وهتعجبك، تنفع في الفطار، تنفع في العشاء، ممكن غدا كمان جنب اكلة ولا حاجة، يعني ايه تمشي الدنيا يعني. هبدأ اقلب بقى كده البيض بتاعي، هفككه يعني علشان حابة تسيبيه برضو صفار، يعني البيضة كده ما تقلبهاش زي ما تحبي. بس انا بصراحة بحبش البيضة كده، لازم عندي البيض كله يستوي. هسيبه بقى واغطي عليه. عندك موتزاريلا حطي رشة موتزاريلا عليها. انا بقى هنا بحط فلفل اسود عشان خاطر البيض والزفارة. خلاص هغطيها بقى كده. ولو عندك بيتزا روشي حلوة قوي كده بقى، بعد خلاص نستوي، طعمها حلو جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. مع السلامة، اشوفكم في فيديو